ركبي عم تجعني يا كابتن، شو رأيك بلا تمرين الرجلين اليوم؟ تعالوا نجاوبه سوا لرفيقنا، أنا الكوتش هادي. هل وجع الركب من الأسباب اللي بتخليني ما أتمرن رجلين؟ هل هو عذر لحتى أني ما ألعب سكوات أو وقف تمرين أو حتى أني ما أتمرن رجلين بالمطلق؟ خلينا نحكي كلام كتير مهم وضروري، وهالمرة عم بحكيه بحزم لأن شفت نسبة كتير كبيرة من اللاعبين بالجيم خاصة الشباب ما بيتمرنوا القسم السفلي بالمرة. غالباً وجع الركبة بيجي نتيجة ضعف أو بسبب إصابة بتمرينك أو أوزانك أو حتى مشكلة بالغضاريف تبع الركبة. فهذا الموضوع بيحل لك يا طبيبك المختص بالإضافة ومساعدة الكوتش تبعك يلي بالجيم. ولكن النقطة اللي بدي نوه عليها انه انت كتير من الضروري انه لازم تلعب القسم السفلي دائما، خاصة اذا كان شغلك مكتبي او شخص كبير بالعمر. بسبب تقدم العمر لبعض الاشخاص هذا الشيء بيسبب لي هشاشة بالعظام وبتأدي لا سمح الله لكسر بسهولة جدا بالفخذ. فالرجاء ثم الرجاء، لما يكون في عندي تقدم بالسن وعم بكبر فأبدا لا تهمل تمرين الرجلين. حاول وحاولي أنه تمرين الرجلين دائما نهتم فيه ونهتم بالعضلات تبع الرجلين، وخاصة تمرين السكوات حتى ولو بأوزان خفيفة. ولكن لازم ألعب السكوات لأنه من أهم التمارين يلي بتقويلي الأربطة، وبس تقوى الأربطة already بتقوى العضلات المحيطة بالأربطة، وبالتالي حيؤدي هذا الشيء لتماسك العضلات وقوة خارقة بالعضلات. ولازم قبل تمرين الرجلين يكون عندي إحماء خاص جيد خاصة للمفاصل تبع الرجلين. ويا ريت نحمي قبل تمرين الرجلين بالدراجة اللي هي البايسكل لحتى نلين مفصل الركبة. ونبلش أول تمرين دائما بأوزان خفيفة واللي نعتبره الطاولة الأمامي. فاعتبر لي الطاولة الأمامي هي دائما إحماء خاص لتمرين الرجلين ولا تعتبره تمرين أساسي ضمن تمارينك. فهذا الإجراء لما ألعب الطاولة الأمامي مع الإحماء تبع الدراجة بحيث أني ألعب الطاولة الأمامي عدات عالية وأوزان خفيفة. هذا الإجراء نتقي من خلاله إصابة الركب. ولما تزود أوزانك سواء كان بالسكوات أو بالمكبس دائما خلي التعقل هو سيد الموقف. ما بدي أوفر أبدا بالأوزان لأني بحبكم وبحب لعبة كمال الأجسام. دائما بتمنى لكم معي كل الفائدة. هذا كان كل شيء لليوم. استنوني الأسبوع القادم بحلقة جديدة ومعلومة جديدة. للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم هي حساباتي على السوشيال ميديا. كنت معكم أنا الكوتش هادي.